السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. يا صباح الورد يا صباح الفل يا صباح الياسمين على عيون أجمل متابعين الرفية في الشرقية. طبعا أسفة على غيابي لكم، بس غيابي والله مش بإيديا يا جماعة، انتوا عارفين. يعني بصوا يا جماعة، والله التصوير ده حاجة صعبة جدا، يعني ماهيش حاجة سهلة والله. يعني انا لو بعمل الشغل اللي انا بعمله في بيتي في ساعتين من غير تصوير، انا بعمله في 6 ساعات بالتصوير. معرفش ازاي، بس هي كده والله. يعني ممكن انا لو من غير تصوير اخلص شغل شقتي كله وطيوري وكل حاجة اخلصها على الظهر، لا انا ممكن اخلص بعد المغرب. فالحمد لله على كل شيء. بس هنرجع ونقول اهو ده اكل عيشنا يا جماعة. احنا لا بنطلع نشتغل بره ولا كده، فيعني ايه، كل واحد بدور على رزقه، وربنا يحلل كل واحد زاده، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا الظروف والاوضاع اللي احنا فيها سيئة جدا جدا جدا، فحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. واكيد ربنا ليه حكمة في كده، ما نقدرش نقول غير كده. طبعا ايه ده يا رفية، ده كده طبعا الساعة 6:30 الصبح. زي ما حضراتكم شايفين الغسيل ده كان مبيت، الهدوم دي يعني كانت مبيتة على الحبل وكده. وحبيت ان انا اوريكم بقى الاجواء عندنا كده الصبح بدري، كان لسه يعني حبيت اوريكم الزرع والخضرة والمنظر من عندنا من فوق السطوح حلو جدا. ده طبعا الرز اللي في الاراضي ده رز يا جماعة، ده الوقت اللي بنزرع فيه رز. فما شاء الله ولا قوة الا بالله، حاجة كده. المنظر حلو في هدوء الصبح كده، فحاجة جميل. ربنا يا رب يرزقكم جميعا راحة البال. طبعا انا في الوقت ده نزلت علفت طيوري ونزلت خلصت كل حاجة. فكان عندي في الفترة اللي انا تعبت فيها، طبعا حضراتكم كنتوا شايفين ورق العنب اللي كان في التسويق او كده. فولادي قالوا لي يا ماما احنا عايزين محشي، فطبعا عملت لهم محشي. بما ان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد متأهمل في اكلهم، بس والله والدتي كانت بتبعت لهم الاكل، يعني بعت لهم اكل في اليوم اللي انا تعبت فيه جامد. ويعني الحمد لله الحمد لله على كل شيء يعني. فقلت بقى لما اقوم اعمل لهم محشي، ما قدرتش ان انا اعمل فراخ، فقلت بقى انا هعمل لهم محشي وكفتة وحاجات من دي النهاردة، علشان اقدر ان انا اغسل، لان طبعا كانت المية جت. فدي فرصة طبعا ان انا اقوم اتوكل على الله. اخدت علاجي طبعا البند الاول. انا بقوم الناس بتقول صباح الخير، وانا حتى والله العظيم يعني حتى ما بقدر اصلي الا لما باخد العلاج بتاعي. فالحمد لله. هتقولي عندك ايه يا رفيع؟ بص يا جماعة، والله ما اعرف انا عندي ايه، والله كمان ما اعرف انا عندي ايه. انا رحت اكشف، والله اخويا ما بقول لي انت عندك ايه، يعني ما بقوليش. فالحمد لله. طبعا انا قعدت بحشي. بص يا جماعة، انا مش من هواة محشي ورق العنب، ولا بحب احشيه ولا بحب اعمله، بس العيال نفسهم فيه، هنعمل ايه؟ انا استاذة في الكرنب وفي اي نوع من المحاشي التانية، انما ورق العنب ده انا معرفش مش بينه وبينه عمار ليه. سلقت الورق، طبعا انا بغسل الورق كويس جدا. بالنسبة لورق العنب بغسله كويس جدا جدا جدا، يعني بفتح الحنفية، وان قلت لكم عايزة اغسله بسبونشة تقولي كدابة، وافتح الحنفيه بشويه خل، وبعدين بقوم نقعاه في ميه بخل بليمون، وبعدين اشطفه واصفيه وبعدين اسلقه. انا كده بقوم مصفياه وابدا ارصه. ببدا بقى بعد ما بسلقه انا برصه، ما برصوش قبل ما بسلقه بصراحه يعني. وبعدين بحطه في مصفى يتصفى براحته وخلاص احشيه. زي ما حضراتكم شايفين كده الخلطه طبعا، يعني الخلطة بتاعت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خلطة المحشي بتجيبوا بصلتين كبار، لأن المحشي بيحب البصل، معلقة سمنة وزيت، المادة الدهنية اللي انت عايزاها، وبعدين بهاراتك اللي انت بترتاحي فيها في أكلك، يعني اللي انت ما بتتعبيش منها ولا أهل بيتك بيتعبوا منها. ما تقوليش بقى لازم أحط كذا وكذا وكذا، لا، البهارات اللي بتحلي أكلك وفي نفس الوقت ما تتعبهمش. وبتنزلي بشفشق طماطم كده محترم وتسيبيه يتسبك، وبعدين تكوني معاك الرز منقياه وغسلاه غسله محترمه برضو، وتحطي الرز في مصفى يتصفى على ما التسبيكه بتاخد وتدي مع بعضها كده وتتسبك. فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد.
بتقومي مقلبة الرز في التسبيكة، حاطة الملح بتاعك الحدق بتاعك، وبتقومي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تجيبي الخضرة بقى بعد ما بتقلبي الرز في التسبيكة وخلاص انت بدك تحشي اهو، بتجيبي الخضرة اللي انت مخرطاها وتقومي حاطاها. ليه يا رفيع؟ عشان الخضرة تبقى خضرة كده وصبحة وجميلة ما تتبلش. لو حطيتها في التسبيكة هتتبل، انما لو قلبتيها مع الرز والصلصة ونزلت الصلصة عليهم دي بتبقى جميلة طبعا. كان عندي كوستين يعني من الزرعة، حماتي كانت جايبهم لي، وعندي فلفل فحبيت اعمل شوية كده. طبعا دول البهارات اهيت، وورق لورا وقرفة على شوية المحشي. وحطيت بتحطي قعد المحشي تبع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تبع مقدار الرز، لان انت سلقه الورق، وسواء كرنب او ورق عنب فانت سلقاه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد حطي قعد المحشي دايما اذا كان شوربه، وهو طبعا من الافضل ان هو بيتعمل بشوربه، فتحطيه تبع مقدار الرز اللي انت حاشيه بيه مش اكتر من كده. طبعا كان عندي نص مفروم طلعته وعملته زي ما حضراتكم شايفين كده الكفته وسلطه ومخلل، وربنا يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين، وينصر اخواتنا في كل مكان، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا ما تنسونيش بدعوة حلوة كده بصالح الحال لينا وليكم ولأمة السائلين وللمتابعين أجمع. طبعا بشكر الناس الجميلة اللي متابعاني، وبشكر كل الناس اللي بتسيب لي تعليقات، وبشكر الناس اللي أنا ما قدرتش إن أنا أتواصل معاها، مش تقصير مني والله، بس فعلا أنا يعني الحمد لله الحمد لله على كل شيء. اتغدينا الحمد لله الحمد لله يا رفي. طبعا هنعمل ايه بقى؟ عندي بير السلم، طبعا الهوا كان شغال الفترة اللي فاتت، وعندي بير السلم يعني ما اقولكمش كان عامل ازاي. مسكته طبعا غسلت كنسته وهبيته كده كده بعد ما اتكنس يا جماعة، كنسته كويس وهبيته هبة محترمة كده، وقمت جاية على المسحاه بقى اهو زي ما حضراتكم شايفين. حطيت مية تبوش زي ما حضراتكم شايفين كده، بجيب المية على الوزرة وابدأ اجيب بقى، ما قدرتش ان انا اغسله بالمقشة المرة دي، فانا جبت القماشة بتاعتي الخيشة كده زي ما بيقولوا، وبدأت ان انا امسح. بس قبل ما بمسح بوشته يا جماعة كده شوية مية بديتول وشوية صابون، وخليت الحكاية يعني بصوا زي العسل والله العظيم، ونضف وبقى بيبرق كده. برضه حاجة لان طبعا من عوامل النظافة عندك يكون بير سلمك نظيف، او البرندة بتاعتك ومنطقة استقبال الضيوف اللي هي المنظرة. يعني بص يا جماعة احنا عندنا في الارياف اللي حمامها نظيف وتلاجتها نظيفة وبرندتها نظيفة ومنظرتها نظيفة فدي نظيفة وحوضها كمان. طب ايه اللي فايض؟ يعني البيت بصوا ما هو دي الاساسيات اللي البيت كله كيان البيت كله مبني عليها. المطبخ بتاعك بيتك كله مبني على المطبخ بتاعك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. برندتك اللي هيجيلك مش هيدخلك من الباب الخلفي او بير السلم، مش هيقعد عندك في اوضه نوم، هيقعد عندك في المنظره. لو انت عملت اكل هتطلعي الاكل منين؟ ما هو اكيد من التلاجة. طبعا بعد ما بعمل اي حاجه لازم يوميا او قبل لو انا نسيت ان انا اغسلها بقوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المقشة عندي من الاساسيات اللي لازم تتغسل كل يوم كل يوم يا جماعة. حتى وانا بشتغل، لو مثلا وانا بشتغل وخلصت شغل وكده ولقيتها ان هي اتعكت وانا هحتاجها تاني فبغسلها واحطها في البلكون. شتا صيف هو ده نظام. طبعا غسلت الهدوم، والهدوم اللي انا بغسلها بنشرها على طول علشان يا جماعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ينشفوا كده. يعني ما انا قلت لحضراتكم الجو شمس وهوا في نفس الوقت، فكانت الهدوم اللي بتتغسل باخدها على طول اول باول. كان ما شاء الله يعني كان ربنا معايا جدا في اليوم ده والله يا جماعة، اكن ربنا كان باعت لحد يساعدني والله. كمان انا ما بكذب، يعني اكن ربنا كان باعت ملايكة كده عمالة تساعدني في كمية الشغل اللي كانت عندي ده. طبعا ده العصر بقى كده عيالي ما بتعشوش من الاكل بتاع الغدا ده خالص يعني، فقلت والدتي كانت مدياني فول مدياني فول طالع لهم من الارض يعني، فقلت لما انقي شوية فول واعمل واعمل شوية فول مدمس كده. طبعا جبته بجيبه وانا كنت شغالة في المطبخ، جبته نقيته وغسلته كويس ونقعته قيمة نص ساعة، وبعدين ولعت عليه فضل يغلي شوية. المية بتاعته بتبقى غامقة يا جماعة، يعني لما اي فول انت بتجيبيه ميته بتغمق. فنصيحة مني ليكي هتقولي فيه فوائد وفيتامينات ومعرفش انا ما بصوا
فوائد فيتامينات. ما احناش والله سيبنا كل حاجة ومسكنا في مية الفول علشان الفوائد والفيتامينات. انا بقوم جايبه الفول بقى بعد خلاص هيقرب ان هو يستوي، بقوم جايه وحطاه في مصفى ومصفيه الميه الغامقه دي كلها، وحاطه شويه ميه على النار ببهارات بتاعه الفول بتاعتها، واغسل الفول كمان وبعدين اسقطه، واعمل بقى حبيتين طماطم على حبيتين فلفل وحبايه شطه وكده. ما بحطش بصل، ما التوم حسب الرغبه، بس انا بفضل التوم البودر والبصل البودر علشان ولادي ما بحبهوش. وبسيبه بقى قيمة 10 دقايق او ربع ساعة وبيبقى احلى طبق فول تاكليه. خلاص خلصنا الحمد لله رب العالمين وتمت المهمة بنجاح. وحبيت بقى اوريكم العصر بقى، يعني روتين العصر بيعمل ايه. بنتي قاعدة قدام الباب عمالة تلعب. طبعا زي ما حضراتكم كنتوا شايفين الروتين اللي فات، كنت غاسله الكوتشيات عزكم الله وشباشب عيالي، حطيتهم طبعا بعد ما مسحت بير السلم زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا انا اللي على الباب ده يوميا العصر بكون طبعا بعد ما بعلف الطيور الصبح بكون مجهزه. ما خلاص انت شطبت مطبخك وغديت ولادك وكده فبتلم بواقي اكل، بكون مجهزه الزباله اعزكم الله، جرده للزباله وجرده بواقي الاكل. بواقي الاكل باخده للطيور. واللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا جماعة الزبالة بقى برميها كده. مطبخي نضفته خالص، ولميت الجرادل كلها غسلتها، والحوض عندي نضيف وكل حاجة، مش الترويقة اللي هي العميقة. وطبعا مليت مية زي ما حضراتكم شايفين وغسلت جميع الجرادل، لان انا طبعا مبيضين رز وعايزة استف الرز بتاعي. زي ما حضراتكم شايفين كده مسكت يعني حمامي نضفته وقفلته، وولادي كلهم غيروا الحمد لله، غيروا هدومهم ولبسوا هدوم نظيفه. والثبت اللي طشت الهدوم اللي حضراتكم شايفينه على الرخامه ده عايز يتغسل، وكنت هغسله فعلا العصر. وبناتي حلفوا عليا ما كنت عامله حاجه في اليوم ده، وهتنامي يعني هتنامي كفايه عليكي كده. وفعلا على ما نزلت للطيور وطلعت عشان اغير ما قدرتش، وفضلت قاعده قيمه ساعه او ساعه ونص ان انا مش قادره اتحرك. الصالون عندي نضيف ما شاء الله تبارك الرحمن، نضيف جدا زي ما حضراتكم شايفين. وبتضلمي بقى شقتك وبتروقيها كده. وكان عندي طبعا الاوضه دي زي ما حضراتكم شايفين. بدات في ترويقات العيد، هنزل لكم روتينات ان شاء الله كده زي ما حضراتكم شايفين كده. بدات الحاجه اللي انا بنضفها بركنها. وطبعا عندي الاستاذ نصر قدرت ان انا اصور من غيره حاجه وكان نايم. ربنا يهديه يا رب ويهدي ولادنا جميعا. ودي اوضه ايمان بنتي، والبلكونات رايقه وكل حاجه رايقه الحمد لله على نعمه، والحمد لله على عطاياه التي لا تعد ولا تحصى. واستنوني طبعا في الروتينات اللي جايه، روتينات جميله جدا هتعجبكم جدا جدا جدا. ما تنسوش الاشتراك، تفعيل زر الجرس، تعملوا لايك للفيديو. وبحبكم جدا جدا، بحب كل متابعيني كلكم دون استثناء والله، اللي بتوصل معايا واللي ما بتوصلش معايا. بحبكم جدا وبشكركم على دعمكم ليا، ولولاكم ما كانش هيبقى فيه رفية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.